أسرار محدش يعرفها عن جوجل واليوتيوب. كل يوم بندخل على اليوتيوب وجوجل من غير ما نفكر، هل يا ترى في أسرار مستخبية جوه الحاجات اللي احنا بنستعملها يوميا دي؟ اللي محدش يعرفه ان وراهم أسرار غريبة جدا، بعضها ممتع وبعضها بيخليك تعيد التفكير في اللي بتشوفه وتبحث عنه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نعرف ايه المعلومات دي. من زمان جدا لما اتعمل جوجل كان هدفه بسيط جدا، انه يرتب الافكار والمعلومات في العالم ويخليها متاحة للجميع. لكن بمرور الوقت بقى عنده تقنيات ذكية جدا تعرف ايه اللي انت بتحبه وايه اللي انت بتدور عليه، حتى قبل ما تكتب الكلمة كاملة. تفتكر انت ايه اللي بتدور، ولا هو اللي بيقترح عليك اللي هو عايزه يخليك تشوفه؟ اما اليوتيوب بقى فده عالم تاني. هل تعرف ان في فيديوهات كتير جدا متخبية عن عينيك؟ اسمها برايفت ان سايز ديد فيديوز، يعني في محتوى كامل معمول ومش ظاهر الا اللي معاهم الرابط. وكمان في خدعة صغيرة محدش واخد باله منها، ان في جوجل لو كتبت كلمة دو بلر رول الصفحة كلها بتلف حوالين نفسها، ولو كتبت سكواي هتلاقي الصفحة مايلة شوية. وفي اليوتيوب لو كتبت اوي سم وانت مشغل الفيديو هتلاقي شريط التحميل بيعمل الوان غريبة. لكن السر الاخطر ان اليوتيوب بيقترح عليك طول الوقت وبيعرض لك فيديوهات معينة عشان يشوف انت هتتفاعل مع ايه اكتر من التاني، وبالتالي يحدد لك اللي انت هتعرفه يوميا واللي هتشوفه يوميا بدون ما انت تحس. يعني باختصار بيتحكم في نهارك وفي ليلك وفي حياتك كده باختصار. هو اللي بيخطط لتفكيرك. يعني باختصار جوجل ويوتيوب مش بس ادوات، دي عقول ذكية بتتعلم منك كل ثانية. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك كومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم مش كل اللي بنشوفه صدفة، ومش كل اللي بحث بريء زي ما انتم مفكرين. الانترنت بيشكل افكارنا واختياراتنا، يعني هو اللي بيفرض علينا احنا يومنا يمشي ازاي وحياتنا تمشي ازاي بالاختيارات اللي هو بيحطها في طريقنا. ولازم نكون واعيين واحنا بنتفاعل معاه. وفي النهاية المعرفة قوة، وانت اللي لازم تسيطر على المعلومات قبل ما يسيطر عليك. وعندنا امثلة